السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة المشكلة بتقول جوز بنتي استغل إن هي معاها نسخة مفتاح من شقتي، وعشان أنا عايشة لوحدي خد المفتاح من وراها وجه فتح البيت أو فتح الشقة في وقت متأخر وأنا نايمة، واللي عمله كارثة ما تخطرش على بال حد. فضلا وليس أمرا، قبل سماع مشكلتي دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل إشعار فيديو جديد. صاحبة المشكلة بتقول أنا اسمي سحر، عمري دلوقتي 48 سنة، اتجوزت وأنا عندي 25 سنة، وجوزي اتوفى بعد 10 سنين يعني من جوازنا، سايبني وأنا أرملة عمري 35 سنة في عز شبابي. ربنا رزقني منه ببنتين. جوزي لما مات وانا عندي 35 سنة ومعايا بنتين زي الورد، سابنا الحمد لله مستورين. كان ما حلتوش حاجة، ما كانش عنده غير شقة كانوا واخدينها بالإيجار ومتجوزين فيها. بس ربنا لما رزقنا وسافرنا بره وقعدنا مع بعض 5 سنين في الكويت، ربنا رضانا واشترينا بيت ملك وكتبه باسمي. غير كمان كان جايب لي دهب على الدهب، وكان حاطط لي كمان مبلغ بسيط كده باسمي. بعد ما سافرنا الكويت وقعدنا 5 سنين، نزلنا قلنا نقعد بقى في البلد كده ونعمل مشروع ونستثمر في بلدنا، ما نتغربش تاني. بالنسبة الحمد لله ما كانش يعني خلفتنا كبيرة، كانوا هما البنتين وربنا ما أردش ان احنا نجيب غيرهم. المهم توفى وانا عندي 35 سنة بعد 10 سنين من جوازنا. كانت البنت الكبيرة عندها 8 سنين والبنت الصغيرة كان عندها 5 سنين. المهم في الوقت ده يعني قلت الحمد لله ان يعني سابنا مستورين ومش محتاجين لحد. فضلت انا مع اولادي وكبرتهم وعلمتهم، والحمد لله البنت الكبيرة يعني جوزتها وراحت سافرت مع جوزها السعودية. هي معاها كلية حقوق وجوزها معاه كلية تجارة وبيشتغل بره هو وهي، وربنا بيراضيهم. والبنت الصغيرة كانت بتحب زميلها في الجامعة رغم ان ظروفه على قده. انا قلت لها يا بنتي يعني الدنيا قدامه ضيقه ولسه على ما يكون نفسه وكده، لكن هي اتمسكت بيه. قلت مش مشكله، يعني انا هلمها لمين؟ الحتتين الدهب اللي معايا على البيت اللي هو اللي جوزي كاتبهولي، يعني هيعيشوا بعد كده عيشه مرتاحه. المهم وافقت وقلت خلاص مادام بنتي رغبه وهتتجوزوا خلاص ما فيش مشكله، مادام هي مختاراه تتحمل اختيارها. لان كنت بقنعها ان هو ظروفه على قده، وبصراحه ما كنتش برتاح له. كنت بحس ان هو لما بيبقى كده عندنا ان هو عينه تبص على كل حاجه في بيتنا، يعني من النوع اللي يعني عينيه بتبقى حيرانه كده على حاجه بيتنا، بيبص للي في ايد غيره. وما كنتش بحس من ناحيته بالامان كده. بس هي بقى كانت شايفاه يا ما هنا ويا ما هناك. فانا عشان ما اغضبش قلبها او اضايقها قلت لها خلاص ما دام ده اختيارك ما فيش مشكله، بس تحملي مسؤوليه اختيارك. المهم من هنا فضلت وراها لغاية ما يعني جوزتها وجهزتها وساعدتها. وكمان البنت الوحيدة اللي كنت بساعدها لأن أختها الكبيرة يعني اتجوزت وراحت السعودية وكانت بتشتغل هي وجوزها، وكان حالتهم المادية الحمد لله مستورة، وجوزها أصلا كان مبسوط من قبل ما يتجوزها. مين اللي كانت ضعيفة شوية؟ البنت الصغيرة، لأن جوزها كان برضو مأجر سكن وكان بيدفع إيجارات وكانت عيشتهم على القد. فكنت أنا من ناحيتي للبنت الصغيرة أساعدها، ورغم من كده كانت أختها كمان بتبعت لي فلوس إن أنا يعني أديلها منها جزء وآخد جزء، يعني كانت بتراضيها برضو زي ما أنا براضيها. المهم إن أنا وأختها ما كناش مقصرين معاها في أي حاجة. بس انا اكمنها كانت قاعده في البلد، وساعات كنت ببقى نايمه تعبانه الاقيها تضرب الجرس واقوم بقى من على السرير وانا مش قادره افتح الباب. قلت لها بقول لك ايه، خلي نسخه من المفتاح معاكي في شنطتك، وقت ما تيجي افتحي الشقه وادخلي على طول، وما تقعديش كل شويه تضربي الجرس. ببقى ساعات ببقى نايمه تعبانه بالنسبه ان انا عندي ضغط وسكر، ومبقاش قادره اقوم مره واحده كده افتح الباب. ولو ما لقيتنيش اهو انت هتقعدي في البيت على ما ابقى اجي من بره، اذا كنت في السوق ولا بشتري طلبات ولا هنا ولا هنا، يعني خلي نسخه معاكي في المفتاح. بصراحه بنتي كانت في الاول بتقولي يا ماما انا مش عايزه اخد نسخ للمفاتيح بتاعتك لا العود تضيع مني ولا كده، وانا عندي بنت صغيره بتبقى تفتح شنطتي وترمي اللي فيها، وانتي عارفه ان انتي ليكي دهب في البيت، وباختي كمان عين حاجات امانه عندك.
بس انا طبعا قلت لها يا ستي عينيها في شنطه ويكون لها جيب سر كده ولا حاجه وداريها ومش مشكله. المهم بنتي خدت مني نسخه المفتاح. بنتي كانت متعوده ان كل جمعه بتيجي عندي تقضي اليوم كله من اوله. كانت بتيجي تلاقينا عامله لها احلى غدا وعامله لها احلى اكل، وكمان وهي ماشيه كنت براضيها واشيلها واودي لها كمان فلوس وراضيها وهي مروحه. لغايه ما الدنيا بقى خدت ودت معايا، وبقيت يعني من ناحيتي شويه ليها، وبقيت صحتي كل شويه في النازل. المهم في مره جات لي ولقيتها بتقول لي جوزي مزنوق قوي ومحتاج فلوس وكده، وانا يعني محتاجة منك يا ماما 15,000 جنيه سلف كده يعمل بهم مصلحة، ولما ربنا يرزقه من المصلحة دي هيرجعهم لك. قلت لها مفيش مشكلة هشوف لك، ورحت سحبت لها 15,000 جنيه من البنك وقلت لها خدي يا بنتي، ولما ربنا يفرجها على جوزك هاتيهم، لان الفلوس ديت مش بتاعتي انا لوحدي، ده بتاعتي وبتاعت اختك المسافرة وبتاعتك. قالت لي خلاص. عدى عليهم سنة واتنين ولا حياة لمن تنادي ولا شفت اي فلوس، لغاية ما بنتي اللي هي مسافرة السعودية نزلت ولقيتها بتقول لي يا ماما انا بسافر وبروح وباجي ومعايا دهب، يعني انا مجمعاه هنا وفلوسي انا وجوزي مجمدين الفلوس في دهب كده انا وجوزي، وعايزاه يبقى عندك امانة، انت عارفة ان شقتي مفتحة وخايفة يعني الدهب ده يتاخد حد من هنا ولا من هنا عارف ان انا مسافرة يكسر الباب ياخد الامانة دي تخليها عندك. يا بنت انت عارفه ان انا صحيت على قد وخايفه اخد حاجتك تتنطر كده ولا كده ومش عارف ايه. قالت لي يا ماما هم هيبقوا عندك امان اكتر ما يبقوا في شقتي، لاني برضو خايفه لا الشقه بابها يتفسخ ولا حاجه بالنسبه ان احنا بنسافر والعين على حاجتنا شويه. المهم ادت لي 200 جرام دهب. المهم خدت منها ال 200 جرام دهب دول وقمت عيناهم عندي في الدولاب، والدولاب ليه مفتاح، والمفتاح ده يعني انا عيناه تحت المرتبه بتاعتي ما بيتحركش، محدش عارف مكانه غير يعني بنات الاتنين. ما بقولش لحد على حاجة، يعني انا عينها عندي محدش يعرف عن بيتي حاجة غير البنتين، وبالاخص البنت اللي هي الصغيرة اللي بتبقى تيجي عندي مثلا كل جمعة اعزمها، وقبل ما تمشي بتستف لي حتتي كده وتنضف لي الفرشة، وساعات بتقلب المراتب وساعات تغير الملايات. فهي برضو عارفة ان في مفتاح تحت المرتبة بتاع الدولاب اللي فيه الأمانة بتاعت أختها وذهبي كمان اللي موجود في الدولاب. المهم في يوم أنا كنت نايمة تعبانة قوي قوي ولقيت نفسي مش قادرة. قلت البنت اتصلت عليها قلت لها يا بنتي أنا تعبانة وضغط مش مظبوط والسكر عندي عالي، تعالي بكرة أروح أكشف وتعالي سنديني كده وخديني اكشف عليا، الفلوس موجودة اهو بس تعالي انتي معايا اكشف علينا لأن مش قادرة أروح لوحدي. جت بنتي في اليوم ده الصبح وخدتني فعلا وطلعنا على العياده وكشفنا وقست الضغط لقيته مش مظبوط والسكر عالي والدنيا عندي شويه ملخبطه والانيميا عاليه وكل حاجه عندي مش مظبوطه، حتى عندي الكلى مش شغاله تمام. المهم كشفت وخدت علاج وكنت باخد علاج كان بيهبطني قوي. جت بنتي قالت لي انا هستأذن من جوزي واجيب بنت صغيره معايا واقعد معاكي لغايه ما تطيبي يا ماما، يعني اقعد معاكي اسبوع لغايه ما تقومي بالسلامه. كنت بصراحه محتاجه اللي يخدمني، محتاجه اللي يعمل لي لقمه، ما كنتش بقدر اقف على رجلي، كنت تعبانه قوي قوي وكنتش بقدر اعمل لنفسي اي حاجه، ولو وقفت 5 دقايق على الارض الدنيا تلف بيا واترمى في الارض. بنتي من خوفها عليا استأذنت جوزها قال لها طيب خلاص ما فيش مشكله اقعدي عند امك ولما تقوم بالسلامه تعالي. يشكر. ساعتها انا قلت كتر خيره. لكن اللي حصل بعد كده ان بنتي بقت تقول يا ماما انت عارفه ان احنا مأجرين شقه ومحدش بيطبخ لجوزي، هبقى اخليه كل يوم يعني يتغدى ويروح. قلت لها يا بنتي الخير كتير، انت بتستأذنيني كتر خير ان هو سايبك عندي تخدميني وتشيليني وانا تعبانه. بقى كل يوم يجي يتغدى ويقعد معاه يسهر سهرته وياخد بعضه ويروح ويسيبها بايته عندي. المهم في يوم قلت لبنتي الحمد لله انا يعني حالتي كويسه والحمد لله الحاله اتحسنت كده شويه وهبقى تمام. قامت قايله لي طيب ما اقول لك ايه يا ماما؟ قلت لها ايه؟ قالت لي ما تيجي تقعدي عندي اسبوع غيري جو، لان انا دلوقتي بقالي اسبوع سايبه شقتي وزمانها اتبهدلت وزمان جوزي الطبق اللي بياكل فيه ما بيغسلوش، البسي وهاتي غيارين ليك ونروح نقعد عندنا اسبوع ونبقى بين هنا وهنا. المهم ما كنتش موافقه خالص. قالت لي والله يا ماما مش هرتاح لما تيجي معايا، انا قلقانه عليك اسيبك لوحدك، وبصراحه بس اروح ابص على شقتي وابص على حاجتي وانضف الشقه واذا كان في هدوم اغسلها واجي معاكي ان شاء الله اقعد معاكي كمان 2 3 لما تبقي تمام، انت لسه برضو تعبانه.
فين وفين بعد محايلة قمت واخدة غيارين في شنطة صغيرة كده، وخدت علاجي معايا، وخدت بوك وفلوس والفيزا بتاعت الفلوس بتاعتي بتاعت المعاشات وفيزة البنك، وخدت بعض ورحت مع بنتي بعد محايلة كام ساعة. المهم روحت معاها، وطبعا بنتي ما كانتش تعرف انا عاملة ايه في الشقة، ودي الحاجة يعني اللي نصفتني. المهم من هنا رحت قعدت معاها يومين شالتني من على الارض شيل، ورحت بخيري، يعني بقيت اديلها الفيزا تسحب فلوس وتشتري فراخ وتشتري لحمه وخضار وفاكهه، يعني ما تقلتش نفسي على حد. المهم قعدت معاها يومين لما ستفت شقتها وقلبت البيت ونظفته وغسلت شويه الهدوم بتوع جوزها، وعملت له اكل كمان يكفيه يومين في التلاجة. والمهم ستفت لها، ادت لها فلوس ستفت تلاجتها كمان، قلت كتر خيرها قاعده معايا وكده، وقمت واخداها واستأذنت جوزها، وقمت راجعة الشقة تاني بتاعتي وبنت معايا وبنتها الصغيرة. فوجئت لما رحت الشقة حسيت ان الدولاب بتاع يعني اللي في اوضه النوم بتاعتي الدولاب مفسوخ. طب الدولاب مفسوخ ازاي؟ طب في ايه؟ طب باب الشقة معلهوش كسر، ما فيهوش اي خدش، ما فيش حرامي يعني هيخش يفتح الدولاب من غير ما يفتح باب الشقة. الباب الشقة سليم. ببص لقيت الدولاب مفسوخ ومردود كده اي كلام، وعلبة الدهب بتاع بنتي اللي هي فيها 200 جرام دهب مش موجودة، وكنت حاطة يجي 30 جرام ليا سلسلة كده وختمين 30 جرام كنت حطاهم في علبة، ولأن بقيت الدهب كله في ايدي، لابسة غوايش وخواتم ودبل وكلام من ده في ايدي، لكن الدهب بقيت الدهب اللي هو الزينة بتاعتي حطاه 30 جرام كده في علبة. لقيت الدهب كله متاخد والدولاب مفسوخ، وطبعا الدنيا كلها مش مظبوطة. وكان في فلوس كمان فكة كده كانت في الدولاب بتاع الهدوم، يعني في حدود 1000 جنيه مش لاقيها. ساعتها قلت لها يا بنتي مين اللي فتح الدولاب ومين اللي فتحه بالطريقة دي ومين اللي كسر الدولاب وخد الدهب بتاعي وبتاع اختك؟ طب الشقة لو ده حرامي الشقة ما اتكسرتش ليه؟ طب الشقة ما اتفسختش ليه؟ طب ما فيش كسر، ما فيش خدش في قلب الباب، ما فيش خربشة، ما فيش اي حاجة، والشبابيك سليمة والدنيا سليمة. اللي دخل الشقة وعمل العمايل السوداء دي اكيد معاه مفتاح الشقة ودخل، ولما ما قدرش يوصل لمفتاح الدولاب فسخ الدولاب. تقول لي يا ماما يعني انت قصدك ايه؟ انا معايا، انا الوحيده اللي معايا نسخه مفتاح، بس انا ما جيتش هنا من وراكي وانت شايفانا اهو قاعده معاكي، ولما روحنا الشقه اليومين اللي قعدناهم قاعدين مع بعض انا ما سبتش حتى الشقه ونزلت وكده وسبتك. قالت لي طب المفتاح ده معاكي اكيد ولا يعني جوزك معاه من نسخه ولا خده ولا ايه؟ قالت لي اكيد معايا. فبتفتح شنطتها لقت فعلا المفتاح. قالت لي المفتاح اهو يا ماما، لا يكون انت يعني عينتي الدهب في مكان وانت ناسيه وكلام من ده. قلت لها يا بنتي انا تايه عن حاجه، عامه احنا هنعرف. المهم رحت بلغت الشرطه، والشرطه جت تدور على اي بصمات، مفيش. اللي واخد وسارق يعني زي ما يكون مش سايب اي اثر لبصمه ايده خالص. المهم من هنا طيب مين اللي سرق مين اللي عمل؟ مش عارفه اوصل للحقيقه. بنتي بتقول المفتاح معايا وبنتي التانية مسافره، والشقه عشان ما اتكسرتش يبقى دي مفعولة بإيد يعني، أو بحد بيخش البيت وبيطلع وعارف إن البيت ده هو بيته، يعني هو معاه مفتاح يدخل ويطلع براحته، لكن مش قصة حرامي. حتى لما جت الشرطة وعينت الشقة قالت يا مدام الشقة مش مفيهاش أي أثر يدل إن دي مسروقة. شقة لا فيها كسر ولا فيها خدش ولا فيها يعني اي حاجه تدل ان هي مسروقه. اما الدولاب ده مفسوخ، يبقى اللي سرق منكم فيكم، يبقى ده هو اللي دخل البيت ده دخلوا معاه المفتاح، ولما ما عرفش يفتح الدولاب عشان معوش المفتاح بتاعه فسخه. معنى كده ان هو منكم فيكم. يبقى بقى مين اللي سرق؟ لا اما البنت لا اما جوزها، لكن بنتها صغيره عندها 2.5 3 سنين مش هتعرف تسرق حاجه طبعا. المهم عملت حيله كده وقلت لها بقول لك ايه؟ قالت لي ايه؟ قلت لها ما تجيبي السيره لجوزك ان الشقه اتسرقت ولا الدهب اتسرق ولا اي حاجه، كأن انا وانتي ما شفناش اي حاجه. المهم من هنا قلت لها تعالى نروح عادي كأن احنا ما اكتشفناش حاجه، وهقعد عندك يومين وسيبيني كده اشوف هعمل ايه. قالت طب هو جوزي لو عرف ايه اللي هيجرى؟ قلت لها بس ما تقوليش، لو بتحب امك ما تجيب السيره. ورحت معاها على ان ما فيش حاجه حصلت عشان برضو اوقعه واشوف اذا كان هو السارق ولا لا. المهم رحت عندها، وبعدين قلت لها
قعدت اتكلم قدامه كده وقلت لها اسكتي ضغطك، بعته دهب تاني، يعني بعت فلوس ورحت اشتريت لها دهب وعنتها تحت المرتبة لغاية ما انا اخدها واحطها في الدولاب. تصدقي ان انا نسيت عين دهب اختك في الدولاب ده، انا شاريه لها 50 جرام يعني من محل الدهب، ولسه كنت عايزه افتح الدولاب وعينه في قلب علبة الدهب الامانات بتاعتها، نسيت واستعجلت وسبته تحت المرتبة. طيب انا عايزه اروح اشوف الدهب ده وعينه للعاود، انسى وانام على المرتبه الدهب ده يتكسر، لان يعني ايه دهب زينه وكده. فالمهم لقيت بنتي برضو شغاله على دماغي كده، وقامت قايله لي يا ماما طب خليها يا ماما لما نبقى نروح بكره ولا بعده، وان شاء الله هفكرك ونشيله من تحت المرتبه ونعينه بفواتير كده الدهب في قلب العلبه، يبقى الدهب على بعضه. يعني لسه هنروح ونيجي، ده احنا لسه ما صدقنا ان احنا كلنا واتغدينا وعايزين نرتاح، احنا لسه هنروح المشوار ده كله، خلاها لبكره او لبعده. ساعتها لما هو سمع الكلام ده شويه لقيته دخل اوضه النوم بتاعته، وبعد كده لبس، وبعد كده قال يا جماعه انا نازل اسهر شويه مع اصحابي كده على الكافيتيريا ومش عايزين حاجه من بره اجيبها لكم وانا جاي. قلت له لا يا ابني ما تجيبش حاجه، مش عايزه حاجه يا ماما اجيبها لك، مش عايزه اي حاجه من الصيدليه علاج، مش عايزه اي حاجه اجيبها لك من الطريق. قلت له لا يا حبيبي تسلم، مش عايزه اي حاجه، عايزه سلامتك تروح وترجع بالف سلامه. ساعتها استغربنا، طلع فجاه ونزل فجاه ولبس وخرج. المهم في الوقت ده لقيت بنتي بتقول لي انت قصدت ايه من الكلام ده كله ياما؟ بتقولي الكلام ده قدام جوزي ليه كده؟ قالت لها تعرفي دلوقتي روحي هات شنطتك كده شوفي فيها مفتاح ولا لا. راحت تجيب الشنطة وتشوف المفتاح، ما لقتش المفتاح موجود في الشنطة. عرفنا ساعتها ان هو الحرامي. بعدها قلت لها طيب سن شوية بقى كده 5 دقايق 10 دقايق كده وننزل انا وانتي ناخد تاكسي ونروح دلوقتي. قالت تمام. المهم لبست بنتها بسرعة ولبسنا، وفيش مرغنا كده شوية 5 دقايق، يعني حبينا ان احنا نتأخر شوية عشان نروح نلقي الموضوع متسبك ومظبوط، اذا كان يعني نمسكه متلبس. المهم من هنا قمت راحة يعني لابسين ونازلين، وخدنا تاكسي مخصوص وطلعنا بالراحة على الشقة، فتحنا البيت وطلعنا، وطلعت على شقتي اللي هي تعتبر في الدور التاني بالراحة، وفتحت باب الشقة بالنسخة اللي معايا بالراحة، وبدخل انا وبنتي لقيناه في قلب اوضه النوم عمال يقلب في المرتبة ويدور على الدهب. ساعتها مراته قالت له عندك بقى، يبقى انت اللي واخد الدهب اللي كان في العلبة. امي جت هنا النهاردة وما لقتش علبة الدهب، ولقت الدولاب مفسوخ، وبلغنا الشرطة والشرطة رفعت البصمات وعرفنا ان انت اللي واخد الدهب. انا ما خدتش حاجة، انا مش عارف ايه. المهم قلت له حاجة من الاتنين، لا ترجع الدهب ما نتصل على الشرطة وتبقى قضية، ودي امانة عندي، وانت اللي بتعمل كده، انت لو طلبت حاجة انا بتأخر عليك، تاخد حاجة مش بتاعتك ليه اما انا امن بنتي وادي لها نسخة المفتاح، ازاي ان انت يعني تبقى بجح وجريء كده وايدك طويلة وتيجي تسرق البيت اللي امنك ان هو ان انت تدخله. المهم قال 200 جرام انا بعتهم ورحت اشتريت بوم حاجة باسمه كده. طب بعتهم في ايه؟ انا بعتهم واشتريت عربية جديدة وهرخصها باسمه واكتبها باسمي. قلت له وانت من حقك تركب عربية بفلوس حرام؟ العربية دي تتباع ويرجع الفلوس، لا كده لا هنبلغ الشرطة. المهم ساعتها بنتي قالت لي يا ماما والله كان عندك حق لما شكيتي فيه، ازاي ان انت تسرق امي وتسرق اختي وتروح تجيب عربية ولا تجيب حاجة لنفسك بفلوس حرام؟ الحاجة ترجع، لا اما انا والله من واقفة جنبك، اللي يسرق مرة يسرق 10 مرات ويسرق 1000، انت كده ما انتش امين عليا ولا على بنتي. لما بنتي يبقى بقى حرامي هي تطلع تبقى ايه؟ المهم من هنا قال اثبتوا ان انتوا معاكوا دليل ليا، اثبتوا ان انتوا ان انا سرقت منكم حاجة، انا سايبها لكم ماشي. في الوقت ده انا كان عندي كاميرا في الصالة، يعني ببقى موصلاها بالتليفون، بس انا لما رحت عند بنتي او انا عشان مش مخونة ما كنتش موصلاها في الكهرباء، وما كنتش في نفس الوقت يعني مشغلة الشاشة اسجل عليها، يعني ما كنتش مفعلة الكاميرا، كانت موجودة بس ما كانتش شغالة. انا في الوقت ده
شغلتها لما لقيت الشقة اتسرقت، وانا كنت متأكدة 1,000,000% ان اللي سرق شقتي مش بنتي، عمرها ما تمد على حاجة مش بتاعتها، لان دي تربية ايدي. كنت شاكة 1,000,000% ان جوز بنتي اللي سرق من ايام الخطوبة وانا مش مرتاحاله. كان دايما عينه على حاجتنا، ودايما كان بيبص في الدهب اللي في ايده، ودايما كانت عينه حيرانة على اللي في الشقة، وبيبقى هين عليه يروح يفتح كل حاجة ويستكشف ايه اللي في الشقة. فكنت متأكدة، وانا لما جيت امشي مع بنتي مرضتش اعرفها ان في كاميرات او في اي حاجة. رحت شغلت الفيشة وفعلت الكاميرات على التليفون وكده، يعني التليفون كمان متسجل عليه فتحة الشقة وان هو اللي دخل، وكل حاجة متسجلة على التليفون عندي. المهم كمان انا بسجل صوت وصورة. المهم من هنا قلت لبنتي جوزك يرجع الذهب 30 جرام وال 200 جرام بتوع اختك، احنا اللي عنده ذهب وكده، لا اما هروح ابلغ الشرطة بالتصوير اللي على التليفون ويراجعوا الكاميرات بنفسهم ويقبضوا عليه وتبقى قضية بقى. قالت لي يا امي عشان خاطري انا، انت كده بتفضحها ببنتي، وفي الاول في الاخر انا مش هاممني هو بس، اللي يهمني كمان ان بنتي هيبقى سلوك ابوها قدام الناس ان هو حرامي، وهيبقى واقفه حل ليها وسمعه مش كويسه، وبنتي شايله اسمه وكلام من ده. جيت احسبها بالعقل لقيت نفسي هتحط في خانه سد، كل ما اجي احلها الاقيها ما بتتحلش، عشان بينا وبينه حته عيله. مش عايزه برضو احط البنت ان ابوها حرامي، او اشبه بنت ان هي في يوم من الايام اتجوزت واحد حرامي وخلفت منه بنت، وتبقى وسمة عار في حق البنت الصغيره دي، تكبر ويبدا يبقى معاها صيت مش كويس ان ابوها كان في يوم من الايام سرق ستها. فعشان كده قلت خلصها ودي. بعتله قلت له تعالى ضروري. جه بعد محايله قلت له انا معايا كام نسخه من اللي انا وريهولك دلوقتي على فلاشة، وكمان عاملة فلاشة عند حد امين ان انت دخلت الشقة في غيابي، ومتصور كمان وانت بتدور في اوضة النوم وتحت المراتب على الذهب اللي انا اتكلمت عليه وانا عندك في الشقة. يعني كده لابسك يا باشا، ترجع لنا الذهب ولا ارفع الفيديو ده ومع البصمات القديمة كمان، نضم الفيديو مع رفع البصمات مع القضية القديمة ونفتح الملف ويتقبض عليك، وكده هترجع الذهب. بس يكفي بس ان انت خاين الامانة وتطلع قدام الناس ان انت حرامي، وتفضل طول عمرك عايش بالفضحة دي. انا فعلا بعت الذهب واشتريت عربية غالية جدا. طيب العربية دي فين؟ العربية موجودة، انا مأجر لها جراج. رحنا معاه لأنه فعلا مأجر جراج وحط فيها العربية دي كانت أياميها تعمل لها يعني 400,000 جنيه بقيمة الدهب. كان الدهب يعني يعمل له في الوقت ده مثلا 2000 جنيه الجرام. المهم من هنا خدت العربية قلت له تعالى معايا، ورحنا الأجانس عشان نرجعها. قال لي يا مدام العربية لما بتطلع من الأجانس وترجع تاني بتتعامل على أنها عربية مستعملة. ده هو لسه مركبهاش، ده هو حتى لسه ما طلعلهاش رخصة، ده هو اشتراها منك وخلص معاك، بس لسه ورقها لسه في المرور ولسه يطلع لها رخصة ومش عارف ايه ويرخصها وكده. طيب هو كان واخدها ب400 إلا 10، لو خدتها منكم هاخدها منكم ب370,000 جنيه، يعني انت هتخسرنا فيها 20,000 جنيه، ده لسه واخدها منك بقالهاش يومين. قال هو كده والله لو عجبكم ترجعوها الاجانس، مادام هي ما مشتش انتوا لازم زي ما انا خسرت طلعتها من الاجانس عندي برضو لازم تشيلوا معايا الخسائر وتخسروا فيها 20,000 جنيه، لان خلاص طلعت من الاجانس تعتبر زي المستعمله. المهم قلت له مفيش مشكله. المهم في الوقت ده رجعنا العربيه، والراجل بصراحه احنا كانت كمان مش متوقعنا الراجل هيطلع كريم معانا. انا بقيت اقول لو جت على 50,000 جنيه تخسر 50,000 جنيه واخد 350,000 جنيه واكمل 50,000 جنيه وارجع الدهب بتاع البيت، رغم ان انا هخسر كمان ان انا احط فرق المصنعيه القديم من الجديد وكده. المهم من هنا سيبنا له 20,000 جنيه وادالنا 300، يعني ادالنا بقيه الفلوس اللي هو خدها. هو كان واخدها منه ب390,000، خسرنا كمان 20,000 جنيه، قولوا يعني 30,000 جنيه شلتهم. رحت ارجع الدهب طبعا، قلت له انت بعت الدهب فين؟ قال لي بعته في المحل كذا. رحنا نرجع الدهب، وطبعا حطيت فرق الفلوس اللي انا خسرتها في الاجانس بتاع العربيه 30,000 جنيه، لانه كان صرف منها 10,000 جنيه لبس واكل وحاجات من دي في يومين. ما هو فجعه بقى ما صدق لقى فلوس
مش وتهبل بقى يصرف ويرمي قرش في اي مكان ما هو مش تعبان فيه. المهم رحنا محل الذهب لقينا 150 جرام متوفرين من القديم، واشتريناهم منه بسعر القديم، ودفعنا فرق مصنعية بسيط برضو. الحمد لله ان انا رجعت الذهب ده ودفعت فرق مصنعية بسيط جدا لانه باعونا على انه مستعمل. طب 50 جرام كانت سلسلة تقيلة، ده اتباعت واحدة زبونة خدتها مننا يعني بقالها يومين كده، يعني يوم ما باعت الدهب يوم ما واحدة جت اشترت السلسلة التقيلة، جبت بمواصفات زيها ويعني ورجعت السلسلة بنفس الوزن وكده. المهم جمعت 200 جرام بتوع بنتي، والمهم طب فين 30 جرام؟ قال 30 جرام لسه معايا اللي هم دهب انا. طيب هم فين؟ قال لي متعانين في الشقة في حتة سرية. تمام. طيب خدنا منه 30 جرام، رجعت 400، رجعت اللي هم يعني 400 ألف، رجعت دهب لبنتي. خسرت في الموضوع ده 35 ألف جنيه. وجاب لي العلبة بتاعت الدهب بتاعتي وخلاص. الحمد لله رجعت دهب بنتي ورجعت دهبي منه، وكنت خسرانة 35 ألف جنيه. لقيت بنتي بتقول لي هبالك غوشة من ايدي يا ماما وسددك. قلت لها لا انا مسامحاكي فيهم مش مشكلة. بعدها بنتي بقى قالت مدام هو غدار وحرامي كده ما عادش ينفع العيش معاه، كفاية ان احنا سترناه وما فضحناش الموضوع وما طلعناهوش حرامي قدام الناس. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج من المعروف، الله يسهل له. وانا من النهارده ماليش لقمة عيش معاه خالص. وبنتي اتمسكت بالطلاق. طبعا في الوقت ده عارف ان هي بنتي الحق معاها ان هي تتطلق لانه غير امين، بس هو برضو يعني قاعد يحايل بقى ويقول حقكوا عليا، وده اول مره واخر مره ودي غلطه، وانا والله 35 ألف جنيه حمات اللي انت خسرتهم انا هديهم لك. وراح جاب لي 10,000 جنيه استلفهم من ايدي الناس، ويقول لي لسه عليه 25 ألف جنيه، بس انا مش عايز بيتي يتخرب، انا عايزه اربي بنتي، حقكوا عليا. بنتي متمسكه بالطلاق، يعني زي ما تقولوا كده عايزه تتطلق، يعني تتطلق. نزل من نظرها اولا، ما عادش في بينها وبينه اي امانه، ما عادتش عطشاله الثقه. خايفه كمان ان هو في يوم من الايام يسرقها، خايفه في يوم من الايام بنتها تشوف ابوها حرامي في يوم من الايام ان هو يسرق اي حد غريب. المهم رغم ان هي واخده عن حبه وكان زميلها في الجامعه وحب سنتين، لكن اللي عمله ده خلتها تتمسك بالطلاق وان هو ينزل من نظرها. هو طبعا بنتي راحت رفعت عليه قضيه طلاق بالقايمه، يعني رفعت قضيه تبديد عفش، وطبعا رفعت عليه نفقه وماشيه في اجراءات عشان تتطلق. وهو من جهه ماسكني حقك عليا، وانا والله العظيم ال 25 ألف جنيه هشتغل ليل ونهار واجيبهم لك، وعشان خاطر بيتي ما يتخربش، وانا مش عايزه اطلقها. انا صدقت ان بقى ليا بيت وليا بنت كده من صلبي وليا استقرار، وبنتك نعمل الاخلاق، انا لو طلقتها مش هعوضكم ومش هعوض ضفيرها، وانا بحبها وانا وزة شيطان وكده. باجي على بنتي اقول لها خلاص يا بنتي المسامح كريم، حقك علي انا، خلاص هو فلوسنا حلال ورجعت لنا وخلاص، هو غلطه ومعش هيكررها. لكن هي بنتي تقول اللي يغلط مره يغلط 1000 مره، ده خاين الامانه وحرامي واستغل ان انت عندي وجي سرقني. ازاي ان هو ياخد مفتاح من شنطتي ويخطط ان هو يسرق؟ اللي يسرق مره يسرق 1000 مره. هو مش محل ثقه، انا هتطلق منه يعني هتطلق منه. هو عمال ماسكني من جهه ان يقنعني ان هي ترجع، وهي ماسكاني من جهه ان هي متمسكه بالطلاق. ودلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه. لو انتوا مكاني تعملوا ايه؟ الصح ان هي ترجع عشان خاطر بنتها، ولا تخلص منه عشان هو يعني ايده طويله وكمان لا يؤتمن؟ انتوا تكتبوا لي في التعليقات الصح تعملوا ايه، تعمل فيه ايه، عشان خاطر ما اجيش عليها ولا اظلمها، عشان برضو الحته العيله اللي بتتربى بينهم وبين بعض. انتوا اكتبوا لي في التعليقات هي الصح ان هي تطلق منه عشان هو غير امين، ولا ترجع وتسامح عشان خاطر بنتها. طبعا مستنية منكم تعليقاتكم على صاحبة المشكلة، ولكم مني جزيل الشكر على الاستماع. وبكده مشكلتنا خلصت معاكم. انتظرونا في حلقات قادمة ان شاء الله. ما تنسوناش فضلا وليس امرا دعمكم لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل اشعار فيديو جديد. وبكده مشكلتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.